كيف تحمي نفسك من الفايروركس الجزء الثاني. لسه معانا الصاروخ من الحلقة اللي فاتت، وكان معانا شظيتين. الأولانية كتلتها 1.4 كيلو جرام، والتانية 28 كيلو جرام، والاتنين وصلوا على الأرض في 4.4 ثانية. وكان معانا إن 860 جول من الطاقة الكيميائية اتحولوا بعد الفرقعة لطاقة حركية. كان المطلوب إننا نعرف مفروض الناس تبعد عنك قد إيه وإنت بتفرقع الصاروخ عشان مفيش حاجة تيجي عليهم. كانوا واقفين آخر مرة على إننا جبنا V1 بتساوي -2/10 V2، ومحتاجين نجيب سرعة واحدة بس لأي واحدة من الشظايا عشان نقدر نجيب المسافة. الراجل قال لنا 860 جول من الطاقة الكيميائية هيتحولوا لطاقة حركية. الراجل كتر خيره معانا، مسهل علينا خالص. ركز كده، ممكن نستفيد من الهدية دي ازاي؟ ايوه صح، بس يا معلم خلاص كده اكتب عندك بقى. 860 جول هتتحول إلى طاقة حركية، يعني هتساوي طاقة حركية لشظية 1 زائد طاقة حركية لشظية 2. والطاقة الحركية طبعا ما هي إلا كتلة وسرعة، وأنا أصلا عارف كتل الشظاية، يبقى وش كده قربنا من الحل وقربنا نجيب السرعات. تباديلك بقى وتوافيقك ومهاراتك في الحل اللي هنعوض فيه بالكتل، وهنعوض عن كل في شظية 1 إنها بتساوي 2/10 في شظية 2. هتوصل في الآخر إن هيبقى عندك سرعة الشظية 2 اللي كتلتها 28 كيلو جرام بتساوي 71.55 متر في الثانية، وسرعة الشظية 1 اللي كتلتها 1.4 كيلو جرام هتبقى بالتالي -2/10 من سرعة الشظية التانية، يعني -2/10 في 71.55 يبقى بتساوي 14.3 متر في الثانية، وده بالسالب. إشارة السالب دي معناها إن اتجاه الشظية 1 عكس اتجاه الشظية 2 اللي احنا فرضناه بالموجب. لاحظ طبعا إن الشظية الأخف بتطير بسرعة أكبر. الحمد لله دلوقتي معانا السرعات الأفقية للشظايا، اضربها في وقت رحلة الشظية للأرض اللي عندنا اللي هي 4.4 ثانية لكل شظية من الشظيتين، هتديني المسافات الأفقية اللي عايزة أجيبها. يعني انت يا عمي اللي ناحية الشظية الأتقل خليك بعد أو قبل حوالي 57 متر من صاحبك اللي رماها، وانت يا عمي اللي ناحية الشظية الخفيفة خليك بعد أو حتى قبل حوالي 289 متر. واضح كده ان الشظية لما بتكون خفيفة بتكون متهورة وخطيرة، خاف على نفسك.